من ضمن توزيعاتنا الأساسية بشهر محرم هي الزردة العراقية، لين مكوناتها متوفرة وطعمها يجنن والكل يحبها. أسويها لكم مكونات مضبوطة 100%، ومتأكدة الكل راح يسألكم عن سر الطعم الطيب. عندي كيلو تمن عنبر نقعته لمدة ساعة وكسرته بإيدي. إذا ما عندكم بلندر، وإذا عندكم بلندر ما يحتاج تكسرونه، ضفته بالجدر وضفت عليه تقريبا نص الجدر ماي وخليته وتركته يستوي تماما. بعد ما استوى سويته بالبلندر، خلطته حتى يسهل علي الشغل وما ياخذ من عندي وقت. ضفت عليه كيلو ونص شكر، هاي المكونات ثابتة، كل كيلو تمن أضيف عليه كيلو ونص شكر، ملعقة كبيرة هيل مطحون فريش، وقالب زبد شبير. خلطت المكونات لحد هنا. إذا ما تريد تسوونها لونين تضيفون مباشرة الزعفران على الجدر كله، بس أنا راح أسويها لون أبيض وأصفر. اللون الأصفر ضفت له زعفران نقعته سابقا، أو إذا صبغ اللوزينة، بس طبعا بالزعفران أطيب. والجدر الثاني الأبيض ضفت عليه باكيت قشطة كبير وخلطته كل زين. طبعا ما أحكي لكم الريحة مالتها ترسة البيت تجنن. وهنا أنا حضرت المواعين اللي راح أصبها بيها، راح أقسمها قسمين، قسم لون الأصفر والقسم الأبيض، وسويتها بهاي الطريقة. أما التزيين بعد براحتكم، أنا زينتها بالدارسين والفستق وحسب المتوفر عندكم. والله يتقبل من عندنا ومن عندكم.